وبنبدأ معاها رحلة نديم في معرفة مين هو الشيطان وليه كل حاجة ضده بسبب عدم سجوده لبني آدم خلق من طين وهو مخلوق من نار. ونديم كان شايف ان الشيطان متحمل فوق طاقته وان البني آدم هو الشيطان الحقيقي. سؤال تاني، ليه حرم الإله الانتحار؟ ده كان سؤال نديم لنفسه في تحضير محاضرته الجاية. ليه الانتحار حرام؟ الشخص بيشتد بيه الألم والمعاناة وبتضيق بيه الحياة وبيرغب في الرحيل. كل ده كلام جوه نديم وهو المقتنع بيه، ومن الصعب ان الانسان يبطل تفكير بالذات لو انه عايز يوصل لذاته وما يبقاش مسير. نديم دايما شايف ان الغريزة الجنسية مهمة عنده، وعنده رؤية دايما للغزلان بشكل مختلف عن الاشخاص. شايف دايما انها بتسد الفجوة اللي جواه برغم انه متجوز. نديم متجوز من مريم حب حياته الاول، شخصية مهووسة بعلم الفلك والنجوم والابراج، شخصيه منعزله لوحدها وعنده بنت منها بيحبها جدا، اللي هنعرف بعدين انها اصلا ميته، وان كل مره بيشوفها فيها كانت عن طريق النضاره بالذكاء الاصطناعي. ومع الوقت نديم بقى مقتنع ان الغزاله لما بنتعود عليها بتبقى زي حاجه مقدسه، ما بتحبش تشوفها بشكل مش كويس، وبالاخص بعد ما بقى عنده بنت منها.